خد يا متحرش، خد تعالى هقولك. خد تعالى بس، مش هعمل لك حاجة، انا هفهمك، مش هعمل لك حاجة. هو انت مش عارف ان انت لما بتصدر احكام على الاخرين ان ده كمان تحرش وتعدي عليهم؟ عايزة اعرف ايه حجمك على الكوكب غير ان انت بني ادم زي كل البني ادمين الموجودين. ما انت لو عرفت قيمتك الحقيقية هتعرف قيمة الآخر، هتعرف قيمة كل بني آدم موجود. مش هتدي لنفسك الحق إنك تصدر حكم عليه لأي سبب مهما كان الفعل اللي حصل قدامك، لأن محدش فينا له وجه واحد، ومحدش فينا ينفع يتبنى عليه حكم من تصرف واحد. لا انت ولا أنا ولا غيرنا، كل واحد فينا له كذا وجه وله تصرفات متعددة، ملايين التصرفات، عشرات منها بتعيشها يوميا. فازاي تصدر حكم على غيرك؟ وازاي تقبل ان غيرك يحط عليك الحكم ده؟ ما هو انت طول ما انت ماشي بتوزع في الاحكام، غيرك كمان هيمشي يوزع عليك احكام. ما هو داين تدان، ولا انت مفكر الحكاية سايبة؟ اربط لسانك ونضف دماغك ونضف قلبك، نضف قلبك واعرف قيمتك الحقيقية، تعرف قيمة اللي حواليك، واعرف ان اللي بتعمله ده اسمه كمان تحرش وليه عقاب، وداين تدان، هنا او هناك.